لا انا اول بس عايز اشيد بدييجو سيميوني بصراحه، لانه انا في رايي هو من فعل اتلتيكو مدريد في اخر سنتين، ولحد النهارده كمان مباراه لعبها على جزئين. الجزء الاول الشوط الاول كان مضغوط كتير، ولكن بعد كده عمل تعديلات فنيه في اللقاء، واشتغل اكتر على الجبهه اليمنى اللي فيها ايرولا، ونجح لحد ما في فرض الاسلوب، وكمان احراز هدف وهدفين عن طريق ترفيه ملعب فيليب لويس وعن طريق كمان اخوان فران. النقطه الثانيه، مدرب قوي جدا في التعامل اذا كان على مستوى اللاعبين او على المستوى الشخصي. ثلاثه لديهم قدرات ممتازه في النواحي النفسيه، حتى في خروج اللاعبين، وده واضح في الاداء وواضح في اللاعبين وواضح في تنفيذ تعليماته. لديه قدرات خاصه في تحضير للمباراه. للشوط الثاني شفنا سيناريو مختلف خالص يا كابتن باسل. واحد، الانتشار الامامي كان اكثر من رائع بالنسبه لاكثر من 7 لاعبين للاتلتيكو مدريد. بنتكلم على كوكي وعلى جابي وعلى ادريان ودافيد فيا ودييجو كوستا وفليب لويس وخان فران. 2، اللعب على الاطراف كان مميز، ولكن الاختراق من العمق، لان كان اتلتيكو بالباب بيلعب على اوفسايد، فكان شغل في ادريان وفي دييجو كوستا وفي دافيد فيا، ويمكن حاله الحكم كان في حسب بعض الاوفسايدات ما كانش صح. الاستخدام او العمل باقل مجهود، وده كان سيستم الشوط الثاني. العمل باقل مجهود، ما يعملش مجهود كبير جدا، ولكن الضغط الامامي مع اراحه اللاعبين حتى يلعب مباراه دوري ابطال اوروبا.